السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم من جديد. معكم محمد بحيري، المحامي من مدينة تلا، محافظة المنوفية، جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بكم من جديد. كنت فيما سبق عرجت على مسألة التاريخ الشبحي للدولة الإسلامية، وما وصلنا اليوم من أبحاث، خصوصا وأن كثير من الباحثين قد بدأوا في إعادة مناقشة هذه الأفكار. وهيهات حينما أتحدث أن هناك فرقة تسمى الفرقة الكاكية أو الفرقة الككائية، وهي فرقة منبثقة من الفرقة العلوية، أحد فرق الشيعة، مذكورة أيضا في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي كفرقة معتبرة من الفرق الإسلامية. كان لها رأي يمثل آراء كثيرة، رغم أنها فرقة مغلقة الآن ويكاد يكون عددها قليل جدا، إلا أنها قالت بأن كلمة محمد الواردة في النص القرآني هي صفة للسيد المسيح، وأن الرسول أحمد الذي بشر به السيد المسيح هو علي بن أبي طالب أو إياس بن أبي قبيصة الطائي. وقد كنت فيما سبق قد عرقت على هذا النحو مفردا فكرة عامة أبدأها أولا من مسألة أراها شديدة الحساسية وشديدة العمق في تأصيل الفكر القرآني. فوددت اليوم أن أعلن عن تقسيم الحلقات إن شاء الله إلى مجموعات، كل مجموعة من الحلقات تخص مبحث بعينه، وسيكون المبحث الأول معرضه القرآن في ضوء السير، وفي ضوء التاريخ، وفي ضوء أيضا الدلائل الأركولوجية والأثرية. ثم ننتقل فيما بعد ذلك في مبحث ثاني عن شخصية محمد التاريخ ومحمد القرآن. ثم ننتقل بعد ذلك إلى كيفية تزوير التاريخ بنقله من أصوله الإسلامية إلى أراضي أخرى لم يشر لها القرآن في الجغرافيا القرآنية، التي تحدث عن البيت الحرام أو بكة، وتحديد الموقع من خلال الرؤية القرآنية. هذا ما أردت تسجيله أولا لإعلان عن مدخل سام من مدخل الزمن الشبحي، الذي دونت فيه كثير من الأكاذيب وكثير من الأباطيل، وهيهات أن يكون الاعتماد بين الناس على آراء المؤرخين والمفسرين، غير أنه بيدينا جميعا كتاب موحد لا يمسه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مصدقا للحق. كتاب موجود بكل بيت، موجود بكل زمان على وضعه وأصوله، وسنرى أكبر كذبات استغلونا بها، سواء في الشأن التعليمي والدراسي أو فيما يروج على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بكافة أنواعها. كل عام وأنتم بخير. طاب ليلتكم، وإن شاء الله نلتقي مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.